مفيش داعي تتعبي نفسك يا ماما. طيب يا حبيبتي، بس اول ما تقومي من النوم تكلميني بالتليفون عشان اطمئن عليه. حاضر يا ماما. ما وصيتش يا دكتور عماد، ناهد بنتي الوحيده. ناهد في عينيا يا عمي، اطمن. خد بالك يا دكتور، انت واخد مني روحي. روحك دايما في قلبي. كفايه بوس بقى، دمنا بقى تقيل على قلبه. مع السلامه يا بنت عمي، مع السلامه يا دكتور. انت بتعيط؟ انا فرحان قوي. بتمنى لهم السعاده والهنا والتوفيق. مع السلامه، مع السلامه. مبروك يا مرات عمي. مبروك يا عم. الله يبارك فيك. عقبالك يا حبيبي، ما تشد حيلك انت راخر علشان نفرح بيه. مالك مكسل ليه؟ يعني ما فيش ولا بنت في البلد عجباك؟ بالعكس، كلهم عاجبني، كلهم حلوين. يا شيخ سيبك منه، ده هيعيش طول عمره خلبوص. يعني هيعيش راهب. تصبحوا على خير. وانت مع من السلامه. الو. ايوه. اعملي معروف، قولي للدكتور ان امي بتموت. اطمن، اديني العنوان. نمرة كام؟ 8 الدور السادس شقة 14. اطمن، ربع ساعة يكون عندي. ايه اللي عملتيه ده؟ يلا يا دكتور، روح شوف شغل. الشغل ايه؟ ما شغلي هنا، ده انا في اجازه. طوارئ ما فيهاش اجازات. طب ما انا في طوارئ هنا. ده انا عريس. خد عروستك معاك، نروح سوا ونرجع سوا، وتبقى ذكرى في ليلة فرحنا. اوه، اتفضلي يا ستي. مش هتأخر عليك يا حبيبتي. ما تقلقيش. مساء الخير. انا دكتور عماد. اتفضل دكتور. اهلا. مساء الخير. اتاخرت سيادتك شويه، معلش. ارتاحت، بقالها 10 سنين تعبانه. الباقي في حياتك. البركه فيكم بقى. متشكرين جدا واسفين لازعاجك. انا اللي اسف اني اتاخرت. طيب لو تكرمت ممكن تكتب لنا شهاده الوفاه علشان نطلع تصريح الدفن بدري. انت عارف اكرام الميت دفنه. انا تحت امرك، بس ممكن اشوف المرحومه؟ اتفضل. بقول لك ايه، اكتب الشهادة وحط المبلغ اللي يعجبك. ما اقدرش. اولا واضح انه قتيل، ثانيا لازم نشرح الجثه. انت فاهم انا اللي قتلته؟ ابدا، هو اللي مات في ايدي. جيت اتفاهم معاه ما قدرش يفهم. انا غلطان؟ لا العفو، هو اللي غلطان، جانا على روحه. طب اتكل على الله بقى واكتب لنا شهادة الوفاة، خلينا ندفنه قبل ريحته ما تفوح. انا ما اقدرش اكتب شهادات، ثانيا لازم ابلغ البوليس. بقول لك ايه، انا ما عنديش وقت. وانا ما عنديش استعداد. بقول لك ايه، طلع دفتر الروشتات واكتب شهادة الوفاة. يا دكتور اكرام الميت دفنه.
كفايه، هو هيمضي. الدنيا ليل وما احناش عاوزين دوشه. اتكل على الله، طلع الدفتر واكتب وامضي وروق، ومع السلامه. انا كان ممكن ادفنك معاه قبل ما يطلع النهار، لكن انا راجل اصيل وما بحبش الغدر. ويا عيني عليك بقى لو طلعت قليل الاصل وغدار. إذا كنت عايز تنفذ بعمرك لازم تكون صم بكم عمي. لا من شاف ولا من دري. مع السلامة. مع السلامة يا دكتور. مع السلامة. مالك يا عماد؟ مفيش. يا عماد مالك؟ مفيش. اركبي. ادخلي بس. في ايه يا عماد؟ قتيل. قتيل ايه؟ قالوا لي صم بكم عمي. يا عماد انت بتخرف؟ مش بخرف، في جريمة قتل. وناوي تعمل ايه؟ يعني هعمل ايه؟ هبلغ البوليس. هي الشقة دي يا فندم. انت متأكد ان هي دي الشقة؟ ايوه يا فندم، نمره 14 وعليه تمساح. مساء الخير. انا عندي اذن من النيابة بتفتيش الشقة. نيابة؟ تسمحي لي؟ ليه؟ تسمحي لي؟ اتفضل. خش جوه في الشقة. في ايه يا حضرة الظابط؟ في بلاغ عن وجود جثة قتيل هنا في الشقة. جثة قتيل؟ مين قال الكلام ده؟ الدكتور. انت شفت الجثة فين يا دكتور؟ ايوه هنا في اوضه النوم. اتفضل معايا. مؤكد انتوا غلطانين. ما تخليهم يسلموا نفسهم احسن. هما مين دول؟ المجرمين اللي معاكي. هي دي الأوضة يا دكتور؟ ايوه يا فندم. كان في اوضه نوم هنا. الاوضه دي اتغيرت حضرتك. انت متأكد؟ ايوه متاكد. كان في سرير نوم هنا وعليه جثه. الاوضه دي اتغيرت. فين اوضه النوم اللي كانت هنا؟ عملتوا فيها ايه؟ ابعد عني يا مجنون. بطارية اللي تقدر. حشوا معاك يا حضرة الظابط. طب خلاص. حضرتك صاحبة الشقة؟ ايوه. وقاعدة مع مين؟ مع جوزي الأستاذ شفيق رياض. هو فين سيادته دلوقتي؟ مسافر الخارج. يعني حضرتك قاعدة في الشقة لوحدك؟ لا، مع ابني والدادة بتاعته. فتشنا يا فندم الشقة ما فيهاش أي حاجة جوه. حضرتك خرجت من البيت النهارده يا هاني؟ ابدا، بقالي اسبوع ما خرجتش عشان ابني تعبان شويه. انت شفت المدام لما جيت هنا يا دكتور؟ لا ما شفتهاش، بس انا عارف اللي مشغلها وعارفهم واحد. لا، مزوده خالص المجنون ده. يا حضرة ظابط التمثيلية عاملينها مع بعض، صدقني. مش جايز يا دكتور انك تكون غلطان في الشقة؟ لا يا فندم مش غلطان في الشقة، هي دي الشقة اللي انا جيتها. كانت ساعة كام؟ مش فاكر، من حوالي ساعة كده. طب وليه ما تكونش الشقة اللي فوق أو الشقة اللي تحت؟ حاول تفتكر، ساعدني. ما انا بساعدك اهو، مش عارف ليه. كل اللي اعرفه ان العفش هو والباب والنمرة، مفيش غير الأوضة دي هي اللي اتغيرت. احنا اسفين جدا يا هانم، احنا كنا بنأدي واجبنا بس يعني. اهي ايه؟ اهي جثة اهي. جثة؟ اهي. ده ابني والدادة بتاعته. يا ناس حرام عليكم، حطمتوا اعصابي.
اسفين المره الثانيه يا هانم، اسفين جدا، معلش. يلا بينا يا دكتور، يلا بينا. مش عارف اقول لك ايه يا دكتور عماد، اعتبر الموضوع بلاغ كاذب وتدخله في سين وجيم، ولا اعتبر ان اعصابك تعبانه؟ اعصابي ملهاش دعوه، كل اللي قلته لك ده حصل. ما اصل مش معقول يا دكتور ان كل التغيير ده يحصل في الشقه في نص ساعه. ما هو لا انا مجنون ولا انا بخرف. هو جاله تليفون مرتين وانا اللي رديت ونزلت معاه. طلع وغاب، ولما نزل قال لي انه في قتيل. انت مش بتقول انهم ارغموك تكتب شهاده وفاه لقتيل؟ ايوه. وضربوك؟ دول ضربوني ضرب. امال يعني مش شايف اي اثر للضرب؟ هم ضربوني في صدري وبطني عشان ما يبانش اي اثر. طيب انا هبلغ كل مكاتب الصحه انهم يقبضوا على اي شخص يتقدم بشهاده وفاه محرره منك. انا كل اللي يهمني دلوقتي حضرتك مصدقني ولا لا؟ بصراحه مصدقك، حتى انا مش هقفل المحضر. هو انت دلوقتي ريحتني. هتفضل تشرب سجاير على طول؟ متاسف يا نهد، انا اعصابي بايظه خالص. طب نام وانت ترتاح. مش جاي لي نوم، اعصابي بايظه. اما تغير هدومك وتلبس البيجامه هتقدر تنام على طول. بيجامه ايه؟ بقول لك اعصابي بايظه. طب اسمع الكلام وهدي نفسك وما تبقاش عصبي. عصبي ايه؟ جبتيها منين عصبي دي؟ انا عصبي؟ انا هادي اهو اهو. نهد. مفيش. قرار مقطوع، لازم نبلغ البوليس. في الدولاب المفتاح. هي فين الجثه؟ جوه. جوه فين؟ في الدولاب. طبعا سيادتك لو هتلاقيها كده. او هتلاقي يعني ايه؟ انا شفت الجثه جوه الدولاب بعينيا. جوه الدولاب؟ يبقى انتوا الاتنين محتاجين لعلاج يا هانم. مش ممكن. طب ايه اللي قطع حراره التليفون؟ هو فين التليفون؟ بره. معايا. وبتقول التليفون ما فيهوش حراره يا هانم؟ الحراره كانت مقطوعه، اتقطعت لما جينا نبلغ. مش كده يا عماد؟ ايوه كده. مش كده يا هانم، لازم تفهمي ان البوليس مش فاضي للمسائل الفاضيه بتاعتكم دي. اذا كانت اعصابكم تعبانه والكلام ليك يا دكتور عالج نفسك. البلاغات الكاذبه مسؤوليه كبيره انتوا مش قدها. راجل نام بقى، ده احنا بقينا وش الصبح. فاكره ليله فرحنا يا صوفيا؟ سلام عليك يا سعيد، والنبي انت كفايه وراك. فاكره لما استخبيتي مني تحت السرير؟ يا ترى يا ناهد يا بنتي عامله ايه دلوقتي؟ تعالى ما اقول لا لك. مش عايزه اسال. لا يا سي ما اقول لك. مش عايزه اسمع. مين اللي بيخبط هنا ده الساعه كده؟ روح شوف سعد تفتح. امي سعد نومها تقيل.
لطيف يا رب يا لطيف. مالك يا قلبي؟ الله، يا مصيبتي، دي البنت بسرعه. لطيف يا رب يا لطيف. عملت ايه في البنت؟ قول لي. انا ما عملتش حاجه يا طنط، ما ده انا تفتحش البنت بسرعه. يا عادل، يا مساعد، يا عم صالح، الحقونا كلكم. البنت يا عملت طنط ايه فهميني. فيها؟ حماتي هنيلة انا حطت بحاول البنت. افهم قوي يا حماتي. في ايه يا مرات عم؟ فاهم حماتي ايه يا اللي حصل. ستات؟ يا عمال يا ست. أيوة يا البنت حماتي، ما أنا- متحشبه. استني الحقوني بس، هكلمك يا الدكتور. حماتي، ما أنا- عملت ايه في البنت؟ ما تتكلم يا دكتور. ايوه ما انا انت. بحاول. دي كانت اسوأ ليله في حياتي يا حماتي. ايه نعم 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 نعم، الكلمة دي لها معنى ومعاني يا دكتور. قصدك ايه؟ بنتي ما جاتش على المزاج الحالي. لا يا ماما. انت ما حصلش استلطاف، دمها بارد على ما قلبك. انا هفهمك يا حماتي كل حاجه. يا مرات عمي استني نفهم ايه الموضوع. ايه الموضوع؟ فهموني ايه الموضوع؟ ما انا هفهمك الموضوع اهو. احنا رحنا البيت في امان الله. في امان الله. جالي تليفون. جاله تليفون. واحدة بتموت. بتموت. انا ما رضيتش اروح. ما راحش. خطبت عليه. غصبت عليه. غصبت عليا. ايه؟ رحت. ايوه. سابني في العربية وطلع يكشف على العيان. يكشف على العيان. طلعت اكشف على العيال. كشف على العيان. ايوه. طلع قتيل. طلع قتيل. والله العظيم قتيل. ايه الحكايه يا ام الساعه؟ دي الزفه بتاعتهم ما بقالهاش ساعه، لحق يزعلها. انا متمخوله، لازم الحكايه فيها ان ربنا يستر على ولايانا. ايه اللخبطه اللي بتقولوها دي؟ قتيل مفيش قتيل، جثه مفيش جثه، بوليس، دولاب، ده تخريف ده. يا عمي ده انا شفته بعينيا، انا كاتب له شهاده بايدي. صدقنا يا بابا، انا كمان شفته في الدولاب يا ماما. سلامتك يا روح ماما، يقطعني اللي جوزتك يا ضنايا. كان لسه بدري على الخيبه اللي انت فيها دي يا حبيبتي. انتوا متاكدين من الكلام اللي بتقولوه ده؟ ايوه. يبقى شغل جن. جن؟ ايوه، مش كل واحد مننا له واحد من اهل الجن مخاويه. بس بلاش كلام فارغ. مظبوط يا سعيد، كل واحد فينا له قرين. دستور يا سيادي يجعل كلامنا خفيف عليكم. تمام يا مرات عمي، هو له قرينه وهي ليها قرين. قرينها غار من عماد، وقرينة عماد غارت من ناهد. اتفقوا القراين مع بعض وعملوا ازعرينه، شغل قراين. القهوه. قهوة ايه انت راخر؟ ده النهار قرب يطلع. قوموا يا اختي، قوموا ناموا علشان تريحوا اعصابكم. انا مش منقول من هنا لغايه لما يجي البوليس. قطعا هو اعصابه تعبان، وهو اللي بيوحي للست بتاعته بالخرافات دي. بس انا متاكد يا فندم ان الدكتور عماد شخص متزن جدا وفي منتهى العقل. يعني انا شخصيا واثق فيه. ولا ايه يا عمي؟ والله تحريات المباحث العامه اثبتت انه بيخرب. والله يا فندم انا مش عارف اقول ايه، انما لابد في حلقه مفقوده، بالتاكيد فيه. انا كنت فاكر كده في اول الامر. يمكن يا فندم العصابه اخفت الجثه بعد ما تاكدت انه بلغ عنه. يا استاذ مفيش دليل واحد يشير الى وجود عصابه، انما في اكتر من دليل يشير الى ان الدكتور اعصابه تعبانه. حاجه عجيبه. انا مقدر انه صهرك، لكن يؤسفني ان اقول لك انك لازم تعرضه على دكتور نفساني. يجوز اعصابه تعبانه شويه، على العموم مش هتخسر حاجه. يا عماد ارحم نفسك من السجاير شوية. مش كفاية حرقة الأعصاب اللي احنا فيها؟ ولسه دول ياما هيعملوا فينا. أنا مش هعتب الشقة دي تاني. اي مكان هنروح هيجي ورانا. ليه بس؟ هو الانتقام ملوش نهاية؟ الحكايه مش حكايه انتقام يا ناهد، دول ناس عايزين يثبتوا للبوليس ان انا راجل مجنون. كل ده عشان يحموا نفسهم من حاجه انا مش عارفها، والعمل دلوقتي مفيش غير إننا نهاجر. او نسلم اننا مجانين وان كل كلامنا اللي قلناه ده كان مجرد تهويات. يقوم المحضر يتحفظ وينتهي دور البوليس. طب ما نقول كده يا عماد ونخلص بدل ما يجننونا بحقيقي. يا ماما مين اللي هيقدر ياكل؟ ما هو لازم تاكلوا لكم لقمه ولا هتفضلوا صايمين كده على طول. والله ما ليا نفس. يا بنتي وشك بقى لون الكركم، الناس تقول عليكي ايه لما تشوفك بالشكل ده في يوم الصباحيه؟ ناس مين بس يا ماما؟ خالتك عنايات وطنطك اوسه وعفت ولبنى رايحين لك بيتك علشان يباركولك. لا يا ستي أنا مش هروح هناك، خليهم يجوا هنا. بقى ده كلام؟ الناس تقول ايه زي ما بيتها في يوم الصباحيه؟ لا يمكن هحط رجلي في البيت ده تاني. الشقة مسكونة. تهيؤات يا حبيبتي، شغل قرايب، ما تقول لها يا عماد. ناهد خلي الامور تمشي طبيعيه، هنروح نستقبلهم ونرجع هنا تاني. ربنا يا بنتي يكملك بعقلك ويهدي سرك. انا رايي ناخدهم العزبه يومين يريحوا اعصابهم. اما تشوف الاول مشكله الشقه اللي راسها والف سيف ما تدخلها ابدا. خليها على راحتها يا عم. لطفك يا رب. يا اخويا انا شايفاه عاقل وزي القرد ومش وش تخريب. ما هو ده اللي هيجنني. طيب وناهد اخرى بتخرف، دي بتقول لك شافي بسم الله الرحمن الرحيم جوه الدولاب. والله انا خايف يا صفيه. من ايه يا اخويا؟
اصل انا سمعت ان في بعض الشبان ما تظهرش عليهم عوارض الخلل الا بعد الجواز. هو لحق يتجوز يا حسره؟ يا شيخ سيبك من الكلام الفاضي ده، وحياتك ده شغل قرايب. والله دي حاجه تلخبط. على العموم ناهد موصيانا نروح نسهر عنده. مفيش مانع. مع السلامه. انست وشرفت. متشكرين قوي. مبروك. الله يبارك فيك. عقبال الذكر ان شاء الله. متشكرين قوي يا ان شاء الله عقبال ايمان وفريده. انست وشرفت. انا عارفه مستعجلين ليه. دي قعدتكم ما يتشبهش منها ابدا. خليكي بقى مرتاح. لا عيب ما يصحش. انستوا. اسمع يا عماد، انا عايزك تنسى كل اللي حصل وتاكد ان البوليس عامل كل الاحتياطات لحمايتك. حضرتك واخدني على التعالي ولا ايه؟ كنت فاكرني مجنون؟ سمح الله يا ابني، احنا كل اللي عايزينه دلوقتي ان الفار يدخل المصيده. عشان الفار يدخل في المصيده لازم يكون فيها طعم. طعم ايه ومصيادة ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انا فاهمك. بقى دلوقتي البوليس مراقبكم ومراقب الشقه ومراقب التليفون، عشان لو حاول اي حد يتعرض لكم او يتصل بيكم يروح البوليس قبض عليه فورا. البوليس قال لسيادتك كده؟ الحقيقه لا. ولما هي لا بتفتي ليه؟ معرفش. ودلوقتي لازم تقعدوا في البيت لان كنتوا الاثنين الطعم اللي هيجيب الفار لغايه المصيده. انا دلوقتي فهمت. انا شخصيا ما عنديش مانع. المهم بقى تقنعوا ناس. ما حدش يقدر يقنعها غيرك انت، لانها بتحبك ومش ممكن ترفض لك اي طلب. وهو كذلك. اذا حاول اي حد يتعرض لكم يبقى دخل المصيده برجليه، كشوا وخافوا يبقى خلاص نعتبر نفسنا كنا في حلم متعب وفوقنا منه. شغل قرايب بقى. اوه فات ساعه على ميعاد المكتب. انا مش رايح، روح انت. اذا حصل اي حاجه بديني تليفون. اوكي. عن اذنكم. اتفضل. تصبح على خير يا نانا. تصبح على خير يا مرات عم. مع السلامه يا حبيبي. من فضلك يا ماما هاتي لي شنطه هدومي من فوق خليني امشي من هنا. بس يا بنتي. وانت يا عماد اطلع هات شنطتك. لا يا ناهد انا من رايي نفضل هنا. عماد احنا ما اتفقناش على كده. نايم. تفتكر هنفضل سايبين بيتنا قد ايه؟ الدكتور عنده حق. لازم تقعدوا في بيتكم. عمر الهروب ما يجيب نتيجه. يعني عايزهم يموتونا يا بابا؟ لو كانوا عاوزين يموتوكم كانوا عملوه، لكن خلاص اللي عايزينه وصلوا له. شغل قرايب يا حبيبتي. لا يا سيدي انا لا يمكن ابات في الشقه دي ليله واحده. بلاش يا حبيبتي. اسكت انت يا صفيه، سيبيهم يتفاهموا مع بعض، يلا. ربنا يهدي سركم. ناهد واذا قلت لك عشان خاطري يا عماد انا خايفه. ما تخافيش يا ناهد، ما تخافيش وانا جنبك. انا هفضل على طول جنبك. أقل من 1000 جنيه مش ممكن. ليه؟ دي مانجا مش كوسة. طب ما انا عارف. أنت عارف إن التقاوي غالية والتكاليف أغلى. ألو؟ أيوة يا عم. كله تمام. خلصت مع الحاج فؤاد؟ لا لسه. هتأخر شوية. ورايا شغل كتير. طمني، إزاي الحال؟ هيباتوا في شقتهم. عال. الحمد لله. انتصرنا على القرايب. مع السلامة. هي يا حاج بلاش المانجا وخليها كوسة. الو اديني نقطة بوليس الدقي اتفضل. الحمد لله البوليس وصل. هم حابسين روحوا في اوضه النوم، افتحوا الباب الاول. مفيش حد في الصاله. مش معقول، دول كانوا هنا واتخانقوا مع بعض، واحد منهم قتل التاني. كده؟ انده لي البواب. حاضر. تمام يا فندم. البواب. نعم يا سعادة البيه. تعال. انت البواب؟ أنا عبد حسنين البواب يا سعادة البيه ظابط. من ربع ساعه كنت فين؟ قاعد على البوابة بره. ما شفتش حد غريب دخل الفيلا؟ أبدا، محدش دخل واصل
مين اللي ساكن في الشقه اللي فوق؟ مفيش حد. فاضيه؟ لا يا بيه، فيها واحد ظابط طيار بس ما بيجيش غير مرة أو مرتين في الشهر كله. اسمه ايه؟ اسمه البيه رؤوف فهمي. وهو فوق دلوقتي؟ ده بقاله 10 أيام مسافر. شوف شفيق، يا فندم. خد الرجاله واطلع عاين مداخل الشقه اللي فوق. حاضر. وانت يا عبده نعم. ما سمعتش اي صوت غريب؟ غريب زي إيه يعني؟ زعيق، صريخ، حد بيتخانق مع حد؟ لا 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 يا سعادة البيه، ما سمعتش حاجة واصل. طب اتفضل انت مع الله السلامه. يسترك يا بيه. يا طنط تيك ات ايزي. انا بدي افهم تقصد ايه بقى لعيبك دي؟ ليله الدخل بعتها لي فستان الفرح وامبارح تدخلها لي المستشفى. انت بتسلط عليا يا صفية، ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي. يا ست نطمن الاول على ناهد وبعدين نبقى نتفاهم في البيت. تتفهم على ايه؟ ما بانت لبيته، البنت تخرج من هنا بالسلامه على بيت ابوها على طول. طمني يا دكتور. بسيطة يا هانم، صدمة عصبية خفيفة. يا رب يخليك يا رب. تستريح شوية وهتخرج معاكم إن شاء الله. حاضر يا دكتور. لا مؤاخذة يا دكتور، صحيح زي ما قال الدكتور عبد الوهاب الألم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة؟ ما فهمهاش. يا طنط اعمل معروف سيبني. أنا فعلا اعصابي كانت تعبانه، وبعترف ان انا كنت بتخيل حاجات ملهاش اساس من الصح. اعذروني يا جماعه، وارجوك يا حضرة الضابط تحفظ البلاغات ونقفل المحضر على كده. انا فعلا كان بيجي لي تهيؤات. انا اسف يا بنتي ريحي قلبي وكلي لك لقمه. ماليش نفس. هو عماد اتأخر ليه؟ يا اختي افتكري حاجه عدله. كلام ايه ده يا ماما؟ انا قلبي اتشقم من الجدع ده. ما تقوليش كده يا ماما. خايفه، قلبي واكلني عليكي، دخيخه. ما تقوليش عليه كده من فضلك. بتحبيه يا ضنايا؟ قوي قوي يا ماما. يا خيبه امل ماما يا ماما. المسألة فيها لغز لازم نحله، وإلا هنعيش في الدوامة دي على طول. وعايز نعمل ايه يعني؟ نبحث عن الدليل المادي اللي يأكد صحة كلامكم. انا اللي هدور، وهدور فين؟ في بيتك يا ابني زي ما قلنا لك. في المصيدة اللي هتمسك الفار. ناهد مش عايزه ترجع البيت وامها واقفه ضدي. مالكش دعوه بامها. ما تقلقش يا دكتور. هو المجنون بيقول على روحه مجنون يا ناس. قصدك ايه؟ قصدي ان الحكايه فيها إن يعني ايه؟ يعني ان الجدع ده خيخ. خيخة؟ سكينه ما تفتحش بطيخه. تفتكري يعني؟ وكل العمايل والحواديت دي علشان يلهي البيت ويداري خيبته الهويه. وطي صوتك احسن يسمعك تبقى مش لطيفه. اسمع يا سعيد، الحمد لله اللي بنتنا صح سليم زي ما هي، وعلى راي المثل شده من ده تحت عندك. ده اسمه كلام برضه. امال اسيبه يعني لما يخرج حال البيت ويربي لها الخطيب؟ بنتي بنتي حبيبتي. ايه في ايه؟ ولا حاجه يا عمي، ناهد جالها كابوس بس. كابوس؟ ده انت اللي كابوس. ايه؟ بقى انا اللي كابوس؟ قومي يا نور عيني نامي في حضن امك، ولا اتفضل انت وانام في حضنها. يا ماما. عاجبك كده يا عمي؟ بس يا حبيبتي ما تزعليش نفسك، ده انت تتجوزي ست ايده. يا ماما. يا حول الله يا رب، ما تعمليش كده في نفسك يا صفيه هاني، صحتك يا اختي. الناس خيبتها السبت والحد، واحنا خيبتنا ما وردتش على حد يا مسقسه. بس اهدي، سيبي الحكايه دي على الله وعليا انا، وكل شيء هيتصلح باذن الله. اللي زي ده عمره ما يتصلح ابدا يا مسقسه، دي خيبته منيله بنيله كوح. ولا يهمني، بس انت اديني حاجه من اثره، يمكن تكون واحده عامله له عمل ولا سابياه ولا ربطاه. كل عقده ولا حلال يا صفيه هانم. يا ريت يا اختي، ده انت كان يبقى لك عندي حلاوه كبيره قوي يا مسقسه. يا ندامه يا صفيه هانم، ده ما يجيش من بعد فضلة خيرك يا حبيبتي. ان شاء الله تعيشي يا اختي. سعيدة يا مرات عمي. سعيدة يا مسقسة. سعيده يا سعاده. فينك من زمان ما حدش بيشوفك ليه؟ وحشتنا يا ريت فنجانك. تحت امرك يا اخويا. خير يا مرات عمي.
كنت بتعيطي ولا ايه؟ امال يعني عايزنا نزغرط على الوكسه اللي احنا فيها دي؟ طب هو العياط هيعمل ايه بس؟ والله عندك حق، والنبي يا اختي ما منه فايده. قوم انت بس هاتي لي منديل ولا شراب ولا فلنه من بتوعه. فلنا من بتوع مين؟ هيكون مين يعني غير عريس الغفله؟ وعايزين فلنته تعملوا بيها ايه؟ هنرقوها يا اخويا. ترقوها؟ يمكن ربنا يفك عقدته. انا فاكره هتعملوها كره شراب. يا اخويا احنا في ايه ولا في ايه؟ انت ما انت شايف غرقتنا. طب وتفتكروا لما ترقوا فلنته دي هتوصلنا للعصابه؟ ايوه، انا متاكده من الحركات دي كلها هو اللي بيعملها علشان يسرع البنت ويحرق اعصابها. خلاص يبقى نرقي فلنته ونرقي جزمته كمان. طب يسرعها ليه بس؟ علشان يلهي البنت عن خيبته القويه. قصدك يعني انه طبعا ده انه وإنا مش معقول. وهو في معقول غير كده؟ البنت هتخلص من كتر الرعب اللي هي فيه واحنا قاعدين نتفرج عليه. طب هنعمل ايه بس يا مرات عمي اذا كانت هي بتاكد كل الكلام بتاعه؟ طواها يا اخويا، طواها. طواها ازاي بس يا مسافسه انت؟ ايوه طواها بلسانه الناعم وشعره المسبسب وعينيه الملونه. يا اختي بلا خيبه، البنت لسه صغيره وبريئه يا مسافسه. انت فكرك اني ناهد بنتي زي بنات الايام دي اللي بيعرفوا كل حاجه؟ ابدا، دي زي القطه المغمضه. عارفه يا اختي عارفه. هو انت هتقولي لي؟ انا قلت اجوزها افرح بيها، تجيب لي حفيد يملى عليا الدنيا قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا حبيبتي. طولي بالك بس يا مرات عمي، بكره تجيب لك احفاد هيسدوا عين الشمس. منين يا حسره؟ بس لو تسمعوا كلامي وتدوني اثره، ده الشيخ طرشوش ده فشوش؟ درشوش بيسوي الهوايل. يا عيني عليك يا بنتي وعلى بختك المال. بكره يتعدل ويبقى عال، بس هوديني. خلاص يبقى نجيب الشيخ فلتوش. هذا من كل عين زرقاء. شناري انت غلبان. يا شجرة يا ورق، يا كفي بلا أشعار، يا عزا بلادي بلادي بلادي. شناري انت غلبان. بلادي هناري عايز حنان من غير زوغان. حباسم حباسم يا خادم الجناسم. قطوش. يا رب يجعل في ايديهم الشفا. يا حلال الطلاسم في كل العواصم. الرحول المسؤول عن خيبة عناد بن عثمان. وهات لي دواء، هات لي دواء من آخر. أيوة قول، كلامك معقول وفيه القبول. قول عن دواء سريع المفعول. تمام يا حجام، تمام. قول وبارك عليك السلام، بعد ساعة هيوصلك الحمام. قال ايه يا شيخ درشوش؟ شوف يا ست كلام مش مغشوش. عماد عشقاه جنية. يا لطيف يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنهار شغلاه وبالليل سبياه. جالك الكلام يا صفية هانم؟ ايوه يا اختي ايوه. المهم العلاج يا شيخ درشوش. العلاج يوم الثلاث ما ياكلش غير كرات منقوع في سكر نبات، ويلبس هدوم ستات، وفي اوضه ضلمه لوحده يبات. ايه وبعد كده يخف على طول؟ ان حلت البركات هيخف مع طلوع النهار. طب وان ما حلتش؟ هنكوى قفاه بالنار ونعمل له زار. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. انا مش قادر افهم ازاي تصدقوا كلام راجل دجال زي ده. دستور سامحوه يا اهل الرضا والسماح. وانت ازاي يا فندي تطوعها وتوديها الراجل نصاب زي ده؟ دستور النبي تسامحوه، ده جاهل. انا برضو جاهل؟ يا اجهل ست في الوجود. اسكت يا سعيد احسن لك لا يسخطوه. هما مين دول اللي يسخطوني يا ست يا مخرفه؟ يا جماعه وطوا صوتكم مش كده. ناهد واخده مهدئ ونايمه، مش عايزين نزعجها، دي بقالها يومين ما نامتش. يا حسرة قلبي عليها،
لا اتجوزت وخلي بالها ولا فضلت على حالها. اهو انت كده عايزه جنازه وتشبعي فيها بط. بقى كده يا سعيد، اخرة المعروف ننضرب بالكفوف. انا مش عايزك تجيبي سيره الحكايه دي ابدا، لا بالمعروف ولا بالمطلوب، مفهوم؟ انا ما اشوفش بنتي بتتسلي قدام عينيا واقف اتفرج عليها. يا ستي سيبيني انا اتصرف، مالكيش دعوه انت. ماليش دعوه يعني ايه؟ يا جماعه مش كده، الدكتور عماد زمانه جاي وما يصحش يجي لقينا بنزعق كده. يا اخويا بلانينا، الدكتور قال على راي المثل عليل وعامل مداوي. ادوني فرصه افكر. فكر في ايه انت راجل؟ هنشوف ازاي هنوكله قراءات ونلبسه هدوم ستات لكي تحل البركات. انت لسه بتجيب السيره دي؟ طب خلاص بلاش. السلام عليكم. القراءات قال ما هو بعد اللي حصل ده يا نروح بيتنا يا نروح عند بابا. وايه اللي يخلينا نروح الارياف في الحر ده يا عماد؟ طب نسافر اي حته تانية. البلد هي المكان الوحيد اللي هنلاقي فيه حد يحمينا، ده اذا حصل اي حاجه يعني. يلا يا ناهد ارجوكي تحضري نفسك للسفر. لكن يا عماد هنروح نقعد هناك يومين ثلاثه وبعدين هوديك اي حته انت عايزاها عشان خاطري يا ناهد. يا مسكتي ياخدها وياه الارياف. وفيها ايه لما ياخدها ويسافر؟ مش ممكن، راجل عصبي، راجل معقد، ياخدها يعمل فيها حاجه ويرجع يقول العصابه تاني. انا رايي قبل ما نظلمه بالشكل ده نديله فرصه في مكان يشعر فيه بالاطمئنان وراحه البال. يا سيدي مستعدين نسيب لهم الفيلا بحالها ونوقف لهم حرس كمان. لا ده وضع مش طبيعي. انا عايزهم يبقوا في منتهى الراحه النفسيه. انا عندي اقتراح. ايه؟ قول يا سيدي. نحجز لهم اوضه في اوتيل كبير ونوفر لهم كل اسباب الاطمئنان عشان يبقى ملوش حد. اتفضل يا سيدي، تليفونها اهو قدامك اهو. خلينا نفرفش عشان شويه خاطري بلاش. عشان خاطرك بس. ها يا ترى يا بنتي عامله ايه دلوقتي؟ طمني يا مرات عمي، تلاقيهم اخر سعاده دلوقتي. يا ست اعملي معروف، عاوزين ننسى الموضوع ده شويه. يا اخويا انت راخر. حاجه تعل. اف يعني لو كنت بني ادم مش كنت اتجوزتها وبقزتنا في دقيقنا وعشنا في سلام. يا عمي قلت لك 1000 مره ناهد دي زي اختي بالظبط. فالح قوي يا اخويا. طب كش مالك ها؟ ايوه افضل انت كده سهيني لغايه ما تغلبني في الدور اهو. ما يلا نروح اوضتنا بقى. المزيكا حلوه قوي. الاوضه احلى. كمان شويه. كفايه كده بقى، اعملي معروف. طب استنى لما الرقصه تخلص. يا شيخه بلا رقصه بلا بتاع، يلا تعالي بس. متأسف، هو أنت؟ يظهر غلطت في الأوضة. يا راجل اتكل على الله، لا مؤاخذة يا مدام. رئيس العصابة. عماد استنى يا عماد. What the hell do you think you're doing, you fool? I'm so sorry, sir. I didn't mean that. I'm never let you know. After report. سيبوا النبي يا خواجه. معلش سيبوا بقى يا خواجه. الو ايوه اسم الدقي. ليه حصل ايه؟ طب يا فندم انا جاي حالا. ايه في ايه عاد؟ ناهد وعماد في اسم الدقي. دقي بيعملوا ايه في اسم الدقي؟ بنتي حبيبتي
جرالها ايه؟ طولي قولوا بالك لي. شويه، هو انت ما تصدقي تنفتحي؟ ايه اللي حصل يا علي؟ هنروح ونشوف في ايه يا عمي. بنتي بتعمل ايه في اسم الدق؟ يا صفيه بتعمل ايه في اسم الدق؟ يمكن بيعملوا شهر عسل. طب يلا بينا يلا. قريتيني يا مرات عمي. بنتي في اسم الدق، يا ده يا دق، يا ده يا دق. انا مش سبق ونبهتكم انكم لازم تعرضوهم على طبيب نفساني؟ انا مضطر وبكل اسف ان احولهم لمستشفى المجازين. وايه بس اللي حصل يا فندم؟ كالعاده زيطه وزنبليطه وازعاج للناس والسلطات، بس اللي زاد المره دي انهم ضربوا سائح اجنبي. اجنبي؟ ضربوه بالعمله الصعبه؟ وانا مش عرفني ضربوه بايه يا استاذ. المهم انهم اقتحموا عليه اوضته واعتدوا عليه بالضرب. ايه السبب؟ حضرتك بتسالني؟ لا يعني ضربوه كده من غير سبب؟ انا افتكروه واحد من العصابه. وهم فين دلوقتي يا فندم؟ في الحجز طبعا، ومن بكره الصبح هرحلهم لمستشفى الامراض العقليه. يا جنان يا جنان يا جنان، جاي زيارة مانيش عيان، مخي بحاله زي ما هو، بس أحب أشوف من جوه، وعشان إيه خشم رستان. يا جنان يا جنان يا جنان، يا جنان يا جنان يا جنان، جاي زيارة ماهوش عيان، مخه بحاله زي ما هو، بس يحب يشوف من جوه، وعشان ايه خشه برستان. يا جنان يا جنان يا جنان. انت يا حضرة جيت هنا ليه؟ ويا هل ترى ايه جابك ايه؟ متهيألي سببها مراتك ولا لسان الست حماتك؟ عقلك طر ما اقدرش عليه، ما اقدرش عليه، ما اقدرش عليه. ابدا ابدا لا بالعكس. عكس. انا راح اقول لك علي هبلني. هبل. كنت بشاور مرة التاكس، قام راح واقف وموصلني، حد يصدق تاكس وفاضي زي ما اقول له يمشي وراضي. ومن ساعتها وانا بقيت بالشكل ده يا روحي، الحمد لله اللي جت على كده. ايه احمد ربك اللي ما قبلك اتوبيس فاضي ماهوش مليان. اتوبيس فاضي ايوه فاضي، كنت بقيت قلعان بزمان. وانا يا جنان يا جنان يا جنان. وانت يا حلوة يا لابسة الدلي، يا اختي عليكي ويا اختي عليه، نفسي تقولي يا حد يقولي ليه هنا جيتي وعشان ايه؟ هو حبيبي ولا خطيبك طير عقلك السحر عليه؟ لا 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 مش كده وحياتك، لا لا. اللي حصل لي اني لقيت شقة من غير اي خلو تصور، لا من غير حتى ما الف وادور. يا خراشي جاتني مفاجأة صعب عليا، خلت عقلي يخف شوية. في العنوان الشقة دي فين؟ والنبي قولي الطريقة منين؟ اديني ايدك ابوسها كمان، ابوسها كمان. يا جنان يا جنان يا جنان، يا جنان يا جنان يا جنان، زي زيارة ماهوش عيان، مخه بحاله زي ما هو، بس يحب يشوف من جوه، وعشان يتمشوا برستان. يا جنان يا جنان يا جنان. وانت يا استاذ فرللي ايه اللي رمك هنا؟ ايه مسؤول على طول وتملي ايدك على ودنك ليه؟ ما تكونش سمعت مغني اول حافظ ما يغني يطلع من بقه عفار او صفارة انذار. امال بس هقول لك ايه؟ ايدك على ودنك ليه؟ ايه اللي جرالك ايه؟
جرالي وانقلب حالي حالي، ما جراش لحد في هذا الكون ولا حتى واحد في المليون. في يوم بشيل السماعة لقيت حرارة في التليفون، في التليفون راح عقلي ساعتها سايبني وعلى المستشفى جايبني. ألف سلامة وبعد الشر، وإن شاء الله أنا واسمع مهور. والله وحشني بقاله زمان بقاله زمان. يا جنان يا جنان جننتوني. يا جنان يا جنان يا جنان، زي الزيارة ماهوش عيان. روحه حاله زي ما هو، بس يحب يشوف من جوه. وعشان إيه الشمر وشان. يا جنان يا جنان يا جنان. جالكوا كلامي؟ قلت لكم ده هيدخلها السرايا الصفرا، ما صدقتونيش. ده قاصد يجننها، والنبي قاصد يجننها. وبعدين معاكي بقى يا صفية، أعصابنا ما عادتش تستحمل. اسكتي بقى. دي بنتي، قلبي، حبيبتي يا اخواتي. ايه حبيبتي يا ايه اخواتي. ايه يا مرات عمي خلاص. انا اتصلت بالقسم يبعت حد من العيله لعمل اجراءات خروجنا. انا شايف انكم طبيعيين جدا. طبيعيين ايه بس يا دكتور؟ ده احنا مجانين رسمي. يا دكتور اكشف علينا كويس. احنا صراحه مش مسؤولين من هنا غير لما نبتدي. ازاي الكلام ده؟ انا بستعجل. ما هو شوف دي الساعه نبقى مجانين ولا لا؟ العلم بيقول انكم عاقلين بس بتستهبلوا، وعلاج الاستهبال مش من اختصاصي انا فخور جدا بصراحتك يا دكتور. ارجوك بقى تحولنا على قسم الاستهبال عشان يعرفوا يعالجونا. انا هحولكم الاسم الدقي تاني، وان شاء الله علاجكم هيكون هناك. لا يا دكتور، اعمل معروف، خلينا عندك والنبي. تاكد انك لو خرجتنا من هنا انا هطعن في تقريرك وهحملك مسؤوليه عدم علاجنا وكل اللي يحصل لنا بعد كده. ايوه، وهنقول انك كتبت التقرير من غير ما تكشف عليه. فهموني بصراحه، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ تعترف اننا مجانين زي ما كل الناس ما بتقول. يا ناس العلم بيقولوا انكم عقلاء. يا دكتور هتصدق العلم كده بالنسبه. يا عالم كفايه استهبال بقى، انتوا هتجننوني. كنت خايف عليها ما تفتحيش بقك بكلمة، هي حالتها أحسن دلوقتي. ولو أخدناهم العزبة كام يوم أعصابها هتتصلح وتبقى عادي. وده كان مستخبي لنا فين ده؟ هنعمل إيه؟ اسمتنا كده، بس ما تهوليش المسألة أنت. يجنن ها؟ والحصان ده ها؟ عماد ما تقوم شويه نفرفش كده على الحصان. ايوه بس والنبي يا عماد نفسي اتفرج عليك وانت راكب حصان. والنبي يا عماد. ايوه بس دول بيرقصوا. والنبي يا عماد عشان خاطري. طب يلا ماشي. والنبي البت عقلها خف يا سعيد، انا عارفه مدلوق عليك كده ليه؟ يا ست احنا عايزين ايه غير انهم يكونوا مبسوطين من بعض؟ طب اسكت. ده طلع على ركيب خيل درجة أولى. ولا كل من ركب الحصان خيال. طب كان يتشطر على هايل يا عماد. شفت بقى؟ انتوا لسه ما جوعتوش ولا ايه؟ احنا متنا من جوع. طب يلا بينا بقى لحسن محضر لكم غدوه انما تجنن. لا في عرضك ما احنا ناقصين جنان.
العيال ناموا ولا ايه؟ اصلهم طول النهار تعبانين، خليهم على راحتهم. انا بقول ايه يا سعيد؟ ايه؟ انا متهيألي ان الواد عماد ده عامل للبت عمل. عمل ايه يا ست يا مخرفه انت؟ امال بس بتحبوا على ايه يا اخواتي؟ انا عارفه البت دي طلعت هبله لمين؟ يعني مش عارفه طلعت لمين؟ لمين؟ مش بيقولوا في المثل اكفي القدره على فمها؟ نعم يا اخويا. انتوا لسه صاحيين؟ امال فين ناهد وعماد؟ دخلوا اوضتهم. زي الحال. تمام، اخر انسجام. طب تعالى بقى نلعب دور شطرنج على ضوء القمر. فياكوا سهر بقى. روحي نام انت، ولا خايفه يطلع لك حد من افراد يا العصابه؟ اخويا ما تفولش. لو قابلها حد من العصابه يبقى وقع في شر اعماله. دي لعبه دي يا غشيم؟ ايه ده؟ بنتي حبيبتي، مالك يا روحي؟ مالك يا عادل؟ الله الله الله، يا عادل مالك يا عماد؟ ايه العصابه؟ ايه العصابه هنا في العزبه؟ كلام ايه ده؟ انا شفتهم بنفسي. طب راحوا فين؟ من هنا. مش سامعين بيقول في عصابه؟ اتحركوا اتحركوا. ما تخافش يا عماد، انا هقبض لك عليهم. من هنا. انت متاكد من اللي بتقوله يا ابني؟ ايوه متاكد. رئيس العصابه بنفسه هنا، على الله يلحقوه. طب روق يا ابني وخليك هادي. يا عمي انا مش بخرف، كان عايز تهجم عليا في الاوضه. صدقني، صدقوني يا عالم. ايه لقيتوه؟ ما خلناش في العزبه شبر اللي مفتشناها. هو في حد يقدر يهاجم ناحيه العزبه؟ طب ده نسلم مننا ما يسلمش من الكلاب. انتوا مش رجاله، مش عارفين تمسكوه. انا همسكه. تعالوا معايا، ما تسيبونيش لوحدي. انت يا عم يا رئيس العصابه. الحقوني، بنتي بتطلع في الروح، كانت جوازه محببه. ما تحل عننا يا اخي، انت عايز مننا ايه؟ مش كفايه خدتك؟ والله ان ما طلعتها لك من فتحات. ايه عيب يا صفيه، مش كده؟ لما هو عيان كان بيتجوز ليه؟ بيبهدل بنات الناس ايه؟ لازم تعرفوا اني ما اقدرش اعيش لحظه واحده من غير عماد، واذا حاولتوا تفرقوا بينا انا هموت نفسي. عايزاه يعمل فيكي ايه اكتر من انه وداكي مستشفى المجازين برجليكي يا خايبه؟ ما حدش له دعوه بينا، انا بحبه. ده خايب. بحبه. بقول لك ده خايب.
وانا بقول لك بحبه. مش قلت لك عامل لها عمل تقول لي بلاش تخريف، قطيعه تقطعه وتقطع اليوم اللي شفنا فيه وشه. بعد الشر عليه 1000 مرة. بس يكون في علمك لو رحت له مش هيبقى انا دعوه بيكي تاني. زي بعض، بس ودوني له الله يخليكم. خلاص يا ناهد، بكره الصبح انا هوديكي ما دام دي رغبتك. مش معقول كده يا عم، مش من حقنا ابدا نفرض عليها حاجه هي مش قابلاها. اتفضل يا فندم. الجثه هنا يا فندم. هي فين؟ كانت هنا. كانت هنا؟ مش بتقول كنت قافل الباب بالمفتاح؟ ايوه. امال خرجت ازاي؟ هي فار؟ صرصار؟ يعني وبعدين معاك بقى كل ده يحصل لك وما تتصلش بيا يا عماد؟ كلمتك مره في المستشفى ما لقيتكش. طب يا اخي اتصل بيا في العياده او في البيت. ما انا ما حبيتش اعرفك معايا يا ابراهيم. بقى ده كلام؟ ده احنا اخوات يا اخي. واكتر يا ابراهيم، وده السبب اللي خلاني اتصل بيك امبارح بعد نص الليل. كنت حاسس ان مخي هينفجر وانا لوحدي. الف بعد الشر عليك يا عريس، وانا اللي ما كنتش عاوز اتصل بيك عشان فاكرك بتقضي شهر العسل. عسل ايه وزفت ايه يا اخي؟ الله، على العموم ولا يهمك، كل عقده وليها حلال. طب بذمتك يا ابراهيم، بشرفك انت مصدقني؟ جرى ايه يا عماد؟ طبعا مصدقك. طب قول لي اعمل ايه بقى بالمصيبه دي؟ لا مصيبه ولا حاجه. شوف يا سيدي، كل الحكايه اننا لازم نركز جهدنا عشان نقفش الرجل الغريبه اللي اتعودت تخش شقه هنا. ايوه بس مش فاهم عايزين مني ايه بس؟ يمكن عايزين يأدبوك يا اخي. لحد امتى؟ لحد ما تقفشوا. بسرعة شوية يا عادل. حاضر يا ستي. خايف اروح ما لاقيهوش، الاقيه راح البلد، اضطر اطخ مشوار للصعيد. هو مفيش طيارات للصعيد؟ وحشك قوي للدرجه دي؟ طبعا. عماد، في ايه يا ابراهيم؟ اتفضل يا سيدي اتفضل. الحمد لله ما جاتش في ناهد، كان زمان جدتها اتلبشت. والله يا اخي الله يكون في عونها، ده انا اللي اسمي دكتور، جدتي نملت. ايه هتعمل ايه؟ هشيلها لحسن تاخد ناهد. لا سيبها، دي الدليل الوحيد يا ابني. لا هي دي الدليل؟ طبعا دي الدليل الوحيد على ان في رجل غريبه بتخش الشقه دي بقصد الارهاب وتعمل الحركات دي. هو انت فاكر البوليس هيصدقني بعد كل اللي حصل؟ طبعا، لان دلوقتي في دليل على صحه كلامك. يا سيدي. اوه، انت ناسي ان الجمجمه دي بتاعتي؟ وماله؟ اسمع، خليك هنا ما تتحركش خالص. لا انت رايح فين؟ هتسيبني لوحدي؟ رايح عند البوليس. خدني معاك. طب خلي كل حاجه زي ما هي. طيب يلا. خلاص يا ستي قربنا نوصل. متشكرة يا عادل. خير يا دكتور عماد، حصل ايه تاني؟ ما اصل حضرتك ما بتصدقنيش. قول يا دكتور. انا الدكتور ابراهيم سامي، مدرس الامراض الجلديه والتناسليه بالقصر العيني. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. عماد، عماد. ايه يا ناهد، خايفه تدخلي؟ عماد ايه؟ مش قلت لك مش ممكن يجي هنا، تلاقيه سافر بلاده. الروب بتاعه هنا، تلاقيه خرج وزمانه جاي، ولا يمكن راح العيادة. انا هطلبه في التليفون. كلمي على كيفك. الواحد يلاقيش عندكم حاجه ساعه نشفته ريقي. شوف عندك في التلاجة، وما تقعدش تعايرنا بجمايلك كل شوية. انا فتحت بقي ولا اتكلمت؟ عيني يا ناهد يا خراشي. ناهد في ايه؟ التلاجة مالها؟ فيها جم. مش قلتلكوا؟ ما كنتوش مصدقيني. عارف لو رجعت لها مش هتلاقيها. انا ما ارجعش، انا ايه اللي يرجعني؟ انا روحيني من هنا، اروح بقى، اروح. يوه، اروح. عادل قوم. انا ايه اللي جابني هنا يا ناس؟ انا ايه اللي جاب؟ قوم يا عادل. انزلي انت، انا مش قادر. حاضر. انا ايه اللي جابني هنا؟ معرفش. انا اكيد قطعت الخلق. طب يلا. قال هننوني وربوني مسيري للي يتجوزوني، مش كده يا سي سعيد؟ ادي اخرة الخلفة، بعتنا علشان خاطر جوزها، ويا ريته كان جوز بحقه حقيقي.
يا ستي انت تعبه نفسك ليه؟ هي حره. حرة يعني ايه؟ أوه. هي هتعرف مصلحتها اكتر مني؟ طبعا. طول ما انت بتدلع فيها كده ياما هتطلع فيها. اعملي معروف، خلينا اتهنى على فنجان القهوه مره واحده يا صفيه. عارفه يا ناد، انا ابتديت اشك شك في ايه؟ في عماد. ليه بقى يا سعاد؟ بصراحه مرات عمي كان معاها حق في كل اللي قالته عليه. بقى ده كلام؟ انت مش شفت الجمجمه؟ طب مش يمكن يكون هو اللي حاططها في الثلاجه؟ تسمح تغير الموضوع ده من فضلك؟ يبقى تمام زي ما قالت مرات عمي، عامل لك عمل. انت هتخرف بقى؟ مره يا ست من نفسي. يظهر الخضه اثرت عليك اسكتي بقى ما تفكرنيش. عشان تبقوا تعذرونا. الله يكون في عونكم. انت سايق كده على فين؟ على بيت ماما، نروح نقعد معاها شويه. مش عايزه اروح البيت. ليه بقى؟ مش عايزه احتك بماما اكتر من كده. طب نروح فين؟ ندور على اي تليفون نسال على عماد. طول عمرك غاويه تتعبيني. وانت طول عمرك بتحب تريحني. ما هو من هبلي. والختمة الشريفة يا سعادة البيه، ما شفت حد غريب دخل الفيلا. هو انا هكدب ليه؟ اهو ده اللي انا عايز اعرفه. بتكذب ليه؟ طب والست الطاهرة ما كدبت، وكل اللي شفته قلته بالحقيقة يا بيه. طب روح انت دلوقتي. من النهارده هنكون حاطين مراقبة مركزة على الفيلا وعلى عبد البواب. كويس قوي يا فندم. وانت يا دكتور عماد؟ ايوه. عاوز تصرفكم انت والمدام يكون في الشقة عادي جدا. عادي يعني ايه يا فندم؟ جدا. وكون مطمئن 100%. ايوه بس هطمن ازاي بس يا فندم؟ ما تخافش، ما انا معاك. ما هو ده اللي مش مطمني يا فندم. هطمن. واستحسن ايوه ما تجيبش سيرة لأي حد إن احنا حاطين مراقبة على الفيلا. ايوه بس الاستاذ سمان عندك مانع؟ مش مهم مش مهم. مش مهم. تعال ورايا. الو. ايوه يا نهد انت فين؟ اوعى تفتح التلاجة يا عماد. شفتها وعادل كمان شافها وركب وساب. ايوه كنا في الشقة بندور عليك. اصلك وحشتني قوي يا عماد. هجيلك حالا يا حبيبي، بس استناني تحت في الشارع. لا اطلعي على فوق وما تخافيش. لا مش ممكن ادخل الشقة دي ابدا. انا مش فاهم ازاي انت قاعد فيها. لا يا سيدي ولا. اسمع الكلام يا نهد. يا سلام عليك يا عماد، قلت لك اعصابي مش مستحمله اكتر من كده. طيب مسافه السكه هكون عندك وهطلع الشقه عشان خاطرك. مع السلامه. احنا هنروح هناك تاني؟ معلش اصله قال لي تعالي عشان خاطرك. ما تشغلش بالك وخلي قلبك زي الحديد، وانا هسيبك عشان اروح اشوف شغلي. طب يبقى فوت عليا بعد العياده دي متونس بيك. هحاول. باي باي. سلام. اهلا 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 بعروستي. اهلا بكل. جوزك يا ستي قلقان عليك. اقدم لك عادل ابن عمي. اهلا. ازيك؟ اهلا دكتور ابراهيم. اهلا اهلا. الله انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ طبعا ده احنا اصدقاء من زمان. طبعا اذنكم بقى. انت طالعه برضو؟ طبعا. امال هسيب عماد لوحده؟ برافو عليك، ده انت فدائيه. بقول ايه يا عادل؟ نازل بلد؟ تحت امرك. طب توصلني العياده عشان عربيتي عند الميكانيكي. بس كده؟ اتفضل. وبالمره اجي معاك العياده لحسن حاسس كده اني مش قوي. اتفضل. العب. ده لعب برضه يا غشيم؟ لا بس عشان تعبان طول النهار سايق العربيه، وانا لما اسوق العربيه ما اعرفش العب برياردو. بدال اللعب الزفت ده اطمن على البيت في التليفون كلمها. بتكلميها؟ لا انا مخصمها. خد كلمها انت. حاضر. ما تردش. لحسن يكون البوليس. الو. اهلا يا عمي. لا كويسين الحمد لله. ايوه جنبي هنا. دقيقه واحده. الو.
ايوه يا بابا. ازيك انت وازاي ماما؟ حاضر يا بابا، ما تنساش تبوس لي ماما. تصبح على خير. الحته كلها متلغمه مباحث، على الله بقى حد منهم يهوي. انا خايفه يا عماد. ما تخافيش. حتى دلوقتي خايفه؟ ولا يهمك، دلوقتي بقى حطي في بطنك بطيخه صيف. ولا يهمك هناك، دلوقتي بقى الفار دخل في المصيده برجليه. امال فين البوليس؟ وطي حسك. طيب. رايح فين؟ اوعى تسيبني. ما تخافيش يا ناهد، اقف انت جنب الشباك وانا هنزل هول دلوقتي. لا ما تسيبنيش. يا ناهد اسمعي الكلام، اقف انت جنب الشباك ولما انده عليك تصرخي. يلا بقى لحسن يفلت منا المره دي كمان. لقيت الازاز المكسور. كل اللي سليم. سامع؟ في صوت في الحمام. اه. رايح فين؟ هروح اشوف الصوت. اديها البوليس.
كده تقلي. حرام عليك ما تقتلنيش، حرام عليك، حرام عليك. عادل؟ طب ليه؟ لاني بكرهك، بكرهك. تعالى صدقتني بقى. خد يا شوي. لو حد قرب مني حرمي نفسي من الشباك. عادل عادل ايه الحكاية؟ فهمني ايه الحكاية؟ هو اللي كان ورا كل المصايب دي. ليه كده يا عادل؟ لاني بدافع عن حياتي، عن روحي اللي خطفها مني عماد. سامحيني يا ناهي، انا بحبك، انا لازم افضل جنبك على طول، انا لازم اتجوزك يا ناهي. ايه التخريف ده؟ ده لازم مجنون. طب ابعد عن الشباك واهدى وانت هتتجوزها. انت كذاب يا دكتور، انت السبب، انت اللي كنت كل يوم بتعيشني بامل جديد، وانت عارف ان مفيش امل. انت اللي خدعتني. بس انا لازم اتجوز ناهي، لازم اتجوز حبيبتي. طيب يا حبيبي هتتجوزها. لا، اكيد واحد فينا احنا الثلاثه اتجنن. تمام. عادل مريض عاجز مش ممكن يتجوز، وده اللي كان بيدفعه للاعمال دي عشان ينفس عن نفسه، ولما انكشف انهار واصيب بحاله هستيريه. لازم نسايره عشان نعالجه من الحاله دي. فكر كطبيب، ما تفكرش كزوج. روحي. انا سعيد جدا بموقفك الانساني ده. خد بالك منه يا دكتور.